بهذا التقارب فريق قوتو في اللحمة والمجموعة القوية دفاعيا، وفريق أكثر توازنا في كواليتي هجومية موجودة، وفريق بثبات أداء يتعامل مع كل وضع. يعني هذا ليش نقول لك الأفضلية شوية للمنتخب المغربي، لأنه كتوازن الأدوات الهجومية بالنسبة للمنتخب الأردني ما تعملش فرص كثيرة، ما تعملش خطورة كبيرة، ولكن تعمل خطورة واحدة. يعني هذا ليش قلت لك الفاينل وشكله وبدايته ومعطياته. شفنا مباراة العراق كانت لنا درس. إصابة يزن عماد غيرت شكل الماتش كله، من أردن عنده أفضلية إلى أردن تحت السيطرة العراقية. تغيير واحد إصابة، وهذه متغيرات كرة القدم. هذا ليش نقول لك شروط في شروط يعني، ولكن فاينل بأتم معنى الكلمة. هم في الأخير ما حد بعد السيمي فاينل ما حد يمكن يناقش إنه هم الأفضل، خاصة بعد فوز الأردن على السعودية. كانت السعودية يعني خلينا نقول تدخل في خانة المصنفين بشكل قوي، ولكن الأردن أعتقد أنهى الموضوع، هو الأميز مع المغرب، وهم في الدور النهائي قياسا على الأداء وعلى المعطيات نتاع البطولة كلها. أنا بالنسبة لي الاثنين على مستوى الجماعي ممتازين. هقول لك دلوقتي أيوة. على المستوى الجماعي ممتازين، على مستوى اللحمة اللي انتوا بتتكلموا عليها باللغة الشمال الأفريقية أيوة. ممتازين. كواليتي المغرب أفضل هجوميا، ولكن تنظيم المنتخب الأردني في الفترة الأخيرة عالي جدا، ولكن المغرب واضح مين يفوز؟ هقول لك أنا مين يفوز. المغرب. أنا قلت المغرب، أنت مين يفوز؟ أنا قلت المغرب قبل كابتن. لا أنت ما قلتش، أنت قعدت تلف وتدور عليا خلاص أنا بقول الأردن. وأنا غيرت المغرب الأردن. يبقى أنت ما قلتش. أيوه. لا كرة القدم مع يعني عمرها ما كانت علم صحيح، وفي متغيرات في كرة القدم. إن شاء الله التحكيم يكون في مستوى الفاينل، لأنه نحتاج أنه تختم البطولة بشكل رائع. عندنا ثقة كبيرة في الفريقين أنه بنشوف شكل محترم لكأس العرب ونهائي كأس عالم العرب، لأن استمتعنا جدا في هذه البطولة، وأن مبسوطين جدا بالأجواء بالتوتال، الصورة اللي خرجت على الكرة العربية. إن شاء الله الفاينل يكون في حجم ويكون أحسن ختام لهذا كله.